تعالي أما أقولك على أهم سر ممكن تعرفيه لعمل البليلة وتطلع معاكي زي المحلات الكبيرة بالظبط وأحسن كمان، ووفري ودبري واعمليها في بيتك بأقل تكلفة، ومش كده وبس ده انت هتبهري كل اللي هياكلها من ايدك. تعالوا يلا بينا نحضرها مع بعض، بس من فضلكم لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا. وأول حاجة هنحتاجها هي القمح بتاع البليلة ده كده، هناخده هننقيه لو في اي حاجة وهنغسله كويس، وده شكله بعد ما غسلناه، وهننقعه في المية لمدة 24 ساعة. وبعد مرور 24 ساعة الحباية بتاعة القمح بتتضاعف حجمها وتبقى بالشكل ده كده، وده شكلها بعد مرور 24 ساعة عليها. هناخدها وهنصفي المية اللي فيها، هنحطها في حلة ونحط مية جديدة عليها من الحنفية عادي يعني، ولو حابة تحطي مية سخنة ممكن تحطي. وهنغطي الحلة وهناخدها على البوتاجاز لغاية لما تغلي معانا. ودي شكلها بعد ما غليت زي ما انتوا شايفين كده. هنهدي عليها النار خالص وهنسيبها لمدة ربع ساعة او نص ساعة بالكتير، طبعا علشان القمح احنا نقعينه لمدة 24 ساعة. حباية القمح اصلا اعتبر ان هي مستوية ما بتاخدش النار خالص. وطبعا الطريقة اللي احنا بنعمل بيها البليلة دي كده طريقة المحلات الكبيرة والمشهورة، ما بيضيفوش عليها اي حاجة خالص. اما الطريقة التانية بتاعت المحلات الصغيرة اللي في الاماكن العشوائية بيضيفوا على البليلة رز وشوية من النشا علشان كمية البليلة تتضاعف في عين وتبقى كتيرة. فطبعا احنا مش محتاجين الكلام ده كله، احنا عاملين حاجة صحية لأولادنا كده مغذية. وتعالي بقى مقولك على أهم خطوة هنا. طبعا انت مش هتاكلي بالبليلة كده دلوقتي عشان لسه قدامها شوية وقت عما تتعمل. انت هتطفي النار وهتغطي على البليلة وهتسيبها في الحلة لمدة ساعة، يعني ما ينفعش تاكلي منها دلوقتي. وبعد مرور ساعة هتلاقي البليلة كده شربت كل المية اللي فيها وبقت معاكي بالشكل ده كده. ونصيحة مني ابقى كتري شوية مية كده على البليلة علشان بتشرب اي كمية مية فيها وبتكمل التسوية بتاعتها في الخطوة دي كده. وتعالوا يلا بينا نعمل احلى طبق بليلة. هنجيب الحلة وهنحط فيها شوية من البليلة، طبعا انت هتحطي على قد الكمية اللي انت هتاكليها، وهنضيف عليها اللبن طبعا زي ما قلتلك كمية اللبن على قد كمية البليلة اللي انت هتحطيها. وهنجيب كيسين من الفانيليا علشان تخلي كده ريحة البليلة بتاعتك جميلة، اهم حاجة لازم الفانيليا. وهنضيف معلقتين من السكر، وطبعا انت هتظبط السكر على حسب ما انت بتحبيه. وهنقلبه تقليبه بسيطه كده وهناخد الحله على النار وهنسيبها لغايه لما تغلي معانا. ما اقولكوش بقى على الريحه دلوقتي، الله على الجمال وعلى الحلاوه. هتعجبكم جدا لما تجربوها بالطريقه دي كده. وطبعا انت لما تعمليها في بيتك كده وتوفري على نفسك كتير بتبقى ارخص بكتير من اللي انت بتشتريها من بره، وحاجه انت عاملاها في بيتك ومضمونه ومغذيه من غير اي اضافات. وبكده البليله بقت جاهزه معانا، تعالوا يلا نقدمها مع بعض. طبعا هنجيب طبق التقديم وهنقدم البليلة بالشكل ده كده، او ممكن نضيف عليها اي نوع من المكسرات اللي انت بتحبوها، زبيب سوداني جوز الهند واي مكسرات انت بتحبيها او موجودة عندك في البيت هتحطها على البليلة. او ممكن تاكلي البليلة اصلا من غير مكسرات خالص، طعمها اصلا كفاية، طعمها جميل جدا، مش محتاجة اي حاجة عليها من كتر جمالها ومن كتر حلاوتها. وطبعا خلصنا معاكم طريقة عمل البليلة، تعالوا يلا بينا نخزنها مع بعض طبعا علشان رمضان بنكون عايزين ناكل حاجة كده سريعة على السحور علشان تدينا طاقة وحيوية طول النهار كده وتغذينا. وتعالوا يلا بينا نشوف طريقة تخزينها. طبعا هتسيب البليلة لغاية لما تبرد معاكي تماما وتبقى بالشكل ده كده. طبعا ده شكلها بعد تاني يوم، طبعا سبتها في التلاجة علشان ما كانش عندي وقت خالص اصورها لكم فحطيتها في التلاجة، وده كان شكلها بعد تاني يوم. هتاخدوها بقى وهتعبوها في اكياس وتعينوها في الفريزر، وكل كيس هتحطي فيه كده على قد الكمية اللي انت هتاكليها. وهتفردي البليلة بالطريقة دي كده علشان لما تيجي تطلعيها من الفريزر تفكي معاكي بكل سهولة. وبكده خلصنا معاكم طريقة تخزين البليلة. طبعا لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو حابين اجرب معاكم اي وصفة اكتبولي في التعليقات وان شاء الله هنجربها، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا رب يملى بيوتنا كلها خير وتعيشوا بصحة وبسلام يا رب العالمين. شكرا لكل شخص دعمني واشترك معي على القناة، وبقولكوا شكرا لحضراتكم جدا على متابعتكم للقناة.